وقال ان انا يعني قعدت مع سياده المستشار وخلصت معاه كل حاجه وانا بتمنى ان انا اروح. كلام ان الشرطه وافقت، كلام ان كابتن فتحي مبروك رافض انتقاله في الانتقالات الشتويه. لا فتحي مبروك، اسمع بس انا كلامي واضح. اتفضل. فتحي مبروك سال الولد سؤال. قال له عايز تروح؟ ده فتحي ده انسان كويس يعني، ده راجل زميلي في الكليه، بقول لك كان قاعد التخته اللي جنبي يعني. ساله سؤال، انت يا ابني عايز تروح الزمالك لان الاهلي طالبه ولا الاهلي؟ قال له عايز اروح الزمالك. قال له خلاص، انا لما اسال من رئيس النادي او الرئيس او سيد الوزير للشؤون الاجتماعيه اللي هو رئيس النادي، انا هقول له خلاص، هقول له رغبته وعايز ينتقل يروح الزمالك، ما عندناش مشكله. تمام، ده اخر كلام مع عريض. يعني هو الاهلي كان عايزه فعلا يا استاذ مشار؟ هو انا بجيب كلام من دماغي يعني؟ لا، اصل هو اتكسف يقول لي على الهوا، هو قال لي كابتن سيد ما كلمنيش، بس قلت له في حد من الاهلي كلمك؟ ما رضاش يتكلم يعني. لا هو الاهلي طلبه كابتن سيد عبد الحفيظ وقال له لو انت ماضي اقعد مع الاستاذ مرتضى يبقى هاتها بالراحه كده من غير ما ياخد باله. بجد هو بجد يا سياده المستشار؟ لا اللي بقول لك هتسمعه. فطب انا مش فاهم، هو لو كتب عقود يعني هيخش مكتبي ازاي وياخد يعني؟ اذا كان احمد وامير ما عارفين يخش مكتبي ولادي. قال له لو انت كتبت عقود هاتها وتعالى سيد عبد الحفيظ؟ قال له كده، قال له خدها بالراحه كده يعني من الاستاذ مرتضى وتعالى بالراحه. لو كاتب عقود يعني. هو في حد بياخد العقود من عندك بالراحه؟ ولا بالراحه ولا بالعافيه حتى كمان. يعني ده وكتب، لو لسه ما كتبش احنا بنحترم نادي اتحاد الشرطه طبعا. وانا كلمت السيد اللي هو علي شوقي وكلمت السيد رئيس النادي في الماتش، وان شاء الله باذن الله هكلم اعتقد لواء حسين اللي هو مسؤول عن هذا التعاقد. والله ربنا وفق وسهل، بكره ان شاء الله خلصنا اهلا بيه، لاعب كويس خد بالك، عنده رغبه يلعب في الزمالك.